السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. لو أول مرة تشوفيني معاكي أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي، ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو. معايا 3 بصلات كبار وقرنين فلفل بقى إيه سبايسي كده مولعين مولعين، فاهمين؟ عايزة تستغني عنهم طبعًا براحتك، بس الأكلة اللي إحنا هنعملها ما تنفعش من غير ما تكون مشطشطة كده ومولعة، تمام. المهم يالّا بينا، هنفرمهم بقى فرم ساحق في الكبة، ماشي. وبعد ما هافرمهم، حلة بقى على النار فيها معلقة سمنة كبيرة كده والّا معلقتين زيت كبار برضه، يعني إيه كتّري وبلاش تستخسري على رأي سمر، أنا من أشد المعجبين بسمر بصراحة، أنا باحبها أوي. المهم حتّة سمنة كده معتبرة أهو زي ما أنتم شايفين كده، وانزلي بيها بقى كده إيه وحمّري البصلاية، وهاسيبكم شوية وارجع لكم تاني. حطيت بقى معلقتين سمنة كبار زي ما أنتم شفتوا، وعليهم حتتين من الليا، نزلت بالخلطة اللي أنا ضربتها كده في الكبة، وهابتدي بقى أشوّح فيها وأقلّب فيها لحد ما لونها يغيّر معايا خالص. أول بقى ما لونها يغيّر معايا كده وتاخد اللون المضبوط، هنعمل إيه، هنضبطها. استنوا بس، استنوا خليكم معايا. سِبت بقى البصلة بتاعتنا كده بقرن الفلفل تتضبط وتاخد اللون المضبوط، وتعالوا بقى نشوف هنعمل إيه تاني. بُصّوا كنت جايبة الطماطم ديّة الكيلو ونُص ب10، أهو الطماطم رخصت يعني وبقى سعرها حلو الحمد لله، وجبت الكبة بتاعتي كده بقى عشان أفرم شوية طماطم كده إيه معتبرين مع الأكلة بتاعتي. يالّا بينا نكمل الفيديو. كده بقى بعد الصلصة بتاعتي ما اتسبكت والزيت نطر على الوش زي ما أنتم شايفين، وادي كمية الخضرة، والمحشي عايزاه يطلع معاكِ مضبوط كتّري له الخضرة. هيطلع معاكِ شوية محشي كل اللي هياكلهم يقول لِك عاملاهم إزاي. وادي الرز بتاعي هاروح أغسله وأضرب الخلطة بتاعتي وأرجع لكم. هنا كده كنت خلاص ضبّطت الخلطة بتاعتي، طبعًا إحنا مبهرين الصلصة وهي بتغلي، فكده كله تمام. قعدت بقى في الأرض عشان أكيد مش هاقدر أقف أحشي الحلة كلها، ماشي. وابتديت بقى أهوّة إن أنا أحشي وأرُص، أحشي وأرُص،
لحد ما أخلّص الكمية اللي معايا كلّها. بعد كده قُلت أقوم مطلّع كده كمان معايا وركين من الفريزر عشان خاطر إيه، نعملهم يعني جنب المحشي عشان يعني يبقى في شوربة وكده إن إحنا نسقي بيها المحشي. زي ما أنتم اديتهم الصدمة، زي ما أنتم شايفين يعني اديتهم الصدمة، وبعد كده نزلت ببصلتين وطماطميتين وشوية ملح وفلفل و7 بهارات وبس كده، بس كده، بس كده. هازوّدهم بقى مَيّة وهاسيبهم يغلوا كده ياخدوا ويدّوا مع نفسهم وأنا قاعدة باحشي المحشي. اللي جنبهم ديّة قلب الكرنباية دي هاعملها مخلل. وكده أكون خلّصت وشايفين الحوض فضفض. لميت المواعين ورايا وخلّصت كل اللي ورايا. هنا بقى كنت شايلة معلقة صلصة كده عشان أحطها على وش المحشي، ويالّا بينا كمان نسقي الشوربة أهيّة. أهو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. ادّي له بقى رَجّة كده وتقليبة وكده يبقى كُلّه تمام. هنسيبه بقى يستوي كده وبعد كده نغرفه ونغرف شوية شوربة جنب منه وأحمّر الفراخ واللهم بارك. بجد يعني بُصّوا مش قادرة أوصف لكم الطعم والريحة. أهو وأدي كده حمّرنا الفراخ وجهّزنا الطواجن للشوربة، وهنغرف المحشي هنا عشان خاطر كُلّه كده يبقى تمام بقى، فاهمين؟ أكيد فاهمين. أهو زي ما أنتم شايفين. وبكده الفيديو بتاعي يكون خلص النهارده، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون خفيف على قلبكم. ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. استودعكم في الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع السلامة.